اصحابي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. ولادك زهقوا من اللانش بوكس اللي جواه جبنه وبيض ولانشون؟ تعالي نعمل حاجه جديده لولادك، مش هتكلفك اي حاجه خالص، بمقادير بسيطه، وكمان مش هتاخد منك وقت ولا مجهود. جبت هنا 3 بطاطسات، قشرتهم وسلقتهم، شويه ملح صغيرين، وبعد كده ضربتهم في الكبه. اضربهم هما سخنين كده علشان تتفرم معايا وتتهرس معايا، ما سيبهاش لحد ما تبرد وبعد كده اهرسها، لا وهي سخنه كده اضربها. احنا هنعمل ايه؟ احنا هنعمل الناجتس. ناجتس بسيط خالص لولادك، هيعجبهم جدا وكمان طعمه حلو. جبت هنا صدر فرخه، عايزه تزودي براحتك، الكميه اللي انت تحبيها اعمليها، المتاح عندك اشتغلي بيه. فرمت الفراخ فرم ناعم جدا تبقى زي البطاطس. استنيت لما البطاطس تبرد علشان احط عليها الفراخ. اول ما بردت انا نزلت بالفراخ بتاعتي زي ما انتي شايفه كده. هعجنهم بقى في بعض لحد ما ادخل الفراخ جوه البطاطس، ما اعرفش افصلهم عن بعض. ادخل بقى اعجن. احط عندي بقى بضايه. البهارات عندي ملح ابيض، 7 بهارات، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر. هنا عندي معلقتين فيجيتار، معلقه نشا كبيره، ونص معلقه بيكنج باودر. اعجن بقى العجينه دي كلها، افضل اعجن فيها لحد ما توصل معايا العجينه سهله التشكيل. اعجن فيها كتير لحد ما تبقى معايا عجينه بالشكل اللي انت شايفاه ده. اجيب صينيه دهنتها زيت من تحت وحطيت فيها كيس لسهوله الفرد. حطيت فيها العجينه الحلوه بتاعتنا، فردتها كده، حطيت بس شويه زيت صغيرين خالص علشان يبقى سهل ان انا افردها معايا. حطيت فوقيها كيس تاني علشان اقدر اسويها وكلها تبقى شكل بعض، وكمان كلها بسوا بعض زي ما انت شايفه كده. حطيت الكيس واساوي خلاص كده بايدي، اتاكد ان هي بقت قد بعضها. هجيب بقى السكينه واقسمها كده لصوابع، حابه ترفعي عن كده رفعي، واقسمها كده 2 وادخلها بقى الفريزر عشان تجمد معايا واعرف اشكلها. جبنا بقى الطبقه اللي هنعمل بيها ونحمر بيها. عندي هنا بوله فيها معلقتين دقيق، بضايه، شويه لبن قد نص كوبايه كده، وعندي فلفل اسود وشويه ملح.